أما إذا خسرت فيتحمل الخسارة المدرب حسن البعداني، لأن حسن البعداني لم يستغل المنتخبات الضعيفة مثل تيمور الشرقية وجزر المالديف. سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. أكيد أنت من محبي الأحمر اليماني، وأكيد أنت زعلان لأنك ما شفت المباراة لسببين. السبب الأول هو عدم نقل أي قناة يمنية لهذه المباراة، والسبب يعود للفشل الاتحاد اليمني. أما السبب الثاني فهو وقت المباراة أتى وقت صلاة الجمعة، فأكيد صلاة الجمعة هي أهم من المباراة. ولكن لا تزعل، سأحاول في هذا الفيديو ألخص لك جميع الأهداف وجميع ما جرى في المباراة كأنك شفت المباراة مباشرة. على العموم لا تنسانا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس تقديرا لتعبنا، ويلا على الفيديو. أولا هاتوا لي عبد العزيز مصنوم المهاجم اليمني صاحب الهدفين في المباراة السابقة أمام تيمور الشرقية. عبد العزيز مصنوم مهاجم من الطراز الأول، لديه كل مقومات المهاجم، هداف بالفطرة، لديه بنية جسمانية تساعده في إبراز مهاراته. ينتظر هذا اللاعب مستقبل كبير مع المنتخب الوطني للشباب بشرط أن يهتم بنفسه. لدى هذا اللاعب حس تهديفي ويعرف طريق الشباك من أقصر الطرق. عبد العزيز مصنوم موهبة نادرة تم اكتشافها مؤخرا، ويعود الفضل للكابتن والمدرب محمد حسن البعداني. فنرجو من هذا اللاعب أن يهتم بنفسه ليكون مستعد في التصفيات القادمة لمنتخبنا للشباب. وجئنا إلى الأهم، تلخيص مباراة منتخبنا للشباب أمام جزر المالديف. أولا نذكر لكم التشكيلة التي لعب بها المدرب محمد حسن البعداني أمام المنتخب جزر المالديف. أتى في حراسة المرمى الحارس أسامة مكرف، وفي خط الدفاع أتى كل من عبد الله حيدان ومحمد ناجي وأحمد الحاج وهيثم السلامي. وفي ثلاثي خط الوسط أتى كل من أنور الطريقي ومحمد المنصوري، والكابتن والقائد لمنتخبنا للشباب الكابتن عصام ردمان. أما عن ثلاثي خط الهجوم المرعب لمنتخبنا أتى الميسترو عادل عباس كظهير أيسر، وعبد الرحمن الخضر كظهير أيمن، وأتى عبد العزيز مصنوم كقلب هجوم. هذه التشكيلة التي لعب بها المدرب الأستاذ محمد حسن البعداني أمام منتخب جزر المالديف. وبدأت المباراة، وعند الدقيقة 8 أضاف الهدف الأول المسترو عادل عباس من اسيست عبد الرحمن الخضر. تعالوا نشوف الهدف. وتم إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 35 من قبل اللاعب أنور الطريقي، ويلا نشوف الهدف. وفي بداية الشوط الثاني تم إصابة حارسنا لمنتخبنا أسامة مكرف، إصابة بليغة أدت إلى خروجه من الملعب ونزول الحارس الكبير المتألق وضاح أنور بدلا عنه. تعالوا نشوف لحظة الإصابة. وتمت إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 90 بطريقة عالمية، بطريقة خرافية من أقدام اللاعب محمد مفتاح. هدف عالمي وهدف خيالي، هو هدف هذه المباراة. تعالوا نشوف الهدف العالمي للاعب محمد مفتاح.
وبثلاثية منتخبنا أطلقت صافرة نهاية المباراة للفوز الثاني على التوالي. الفوز الأول كان على تيمور الشرقية انتهت 3-1، والفوز الثاني أمام جزر المالديف التي انتهت 3 دون رد. وبهذه النتيجة والأداء لمنتخبنا ربما لا سمح الله نخرج مبكرا من هذه البطولة وخروج مخزي لمنتخبنا. المباراة لم تكن بمستوى آمال وطموح وتطلعات الشارع الرياضي اليمني، لأن الشارع الرياضي اليمني كان يطمح بعدد تسجيل كثيرا من الأهداف، لأن القرعة أوقعتنا أمام منتخبات ضعيفة، ولكن لم نستغل هذه المنتخبات. ربما سنخسر هذه البطولة ونخرج منها مبكرا. أما عن الذين يتساءلون عن المباراة الأخيرة لمنتخبنا، هي أمام المنتخب الأندلسي صاحب الضيافة وصاحب الأرض والجمهور. المباراة ستكون جدا قوية على منتخبنا، لأن المنتخب الأندلسي هو الأقوى في هذه المجموعة. منتخبنا يريد فوز على المنتخب الأندلسي ولا سيودع البطولة، ولكن إن شاء الله شبابنا قادرين على تجاوز المنتخب الأندلسي في أرضهم وأمام جمهورهم بإذن الله. يفعلونها شباب اليمن وأسود سبا، ويتأهلون كمتصدرين لهذه المجموعة. أما إذا كانت هناك خسارة فنودع من الباب الكبير والمخزي والأداء المخزي لمنتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية. رغم أن القرعة أجرتنا مع منتخبات ضعيفة، كنا قادرين أن نسجل عدد كبير من الأهداف ونتأهل كمتصدر ثاني، ولكن للأسف نحتاج إلى فوز واحد وتصدر المجموعة. أما تأهل كأفضل 5 ثواني فهذا من المستحيل، لأن هناك منتخبات سجلوا من 15 هدف ومن 10 أهداف، ولكن منتخبنا اكتفى بثلاثية أمام الفريقين، أمام تيمور الشرقية وأمام جزر المالديف. يعني باختصار نريد فوز لنتأهل كمتصدرين المجموعة. أما كخسارة سنخرج من هذه البطولة من الباب الكبير وأداء مخزي لمنتخبنا. وتعالوا هنا هاتوا منتخبنا للشباب والمدرب حسن البعداني. 35 مليون يترقب ويتحرى أخباركم، رغم أنه لا توجد قناة ناقلة للمباراة، ولكن الشعب اليمني شغوف بهذا المنتخب. سويتها أمام منتخب المالديف وسويتها أمام تيمور الشرقية، أنتم قادرين تسووها أمام المنتخب الأندلسي وتتأهلون كمتصدرين للمجموعة. أما إذا خسرتوا فيتحمل الخسارة المدرب حسن البعداني، لأن حسن البعداني لم يستغل المنتخبات الضعيفة مثل تيمور الشرقية وجزر المالديف. عرفنا أن الشوط الثاني هو شوط المدربين، ولكن حسن البعداني لم يثبت أنه شوط المدربين ولم يسوي بالتغييرات أي حاجة. حسن البعداني هي الفرصة الأخيرة أمام المنتخب الأندلسي، إما أن تفوز وتتأهل كمتصدر المجموعة ولا أنت ستتحمل هذه المسؤولية. وفي الختام أتمنى أن الفيديو نال إعجابكم، لا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سيكون هناك تغطية أول بأول لمنتخبنا للشباب ومنتخبات أخرى. كان محدثكم سلمان الحميدي، وإلى اللقاء في فيديو آخر. سلام.